كاين واحد الحديث في صحيح البخاري كيقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني ملي كنتولدوا طبيعي والدينا يربيونا على اش كيامنوا به هما. حتى الإسلام كنتعلموه. الفطرة ماشي هي الإسلام، الفطرة هي أننا كنتولدوا ما عارفين والو. وكما قلت لكم من قبل، واخا والدينا كانوا مسيحيين، هذا ما كانش كافي باش نولي حتى انا مسيحيه بحالهم. بل بالعكس، هذا كان سبب كبير باش انني نتمرد عليهم ونكون خايبه معاهم، حيث ما كنتش فاهمه سبب الاختلاف اللي بيننا وبين الناس، وعلاش اصلا كاين هذا الاحساس بالاختلاف وماشي عايشين طبيعيين بحال كاع الناس. قرارهم باش يوليو مسيحيين اعتبرته ماشي منصف بالنسبه ليا، حيت ما اختاريتش هذا الشيء وخاصني نتحمل النتائج معاهم. هادشي كله خلاني نكره طريق والديا ونرفض نكون مسيحية. وطبعا البديل اللي غادي نمشي ليه هو الإسلام. كانت عندي رغبة بالانتماء للمجتمع ديالي، نكون بحالهم، لأن الاختلاف في مرحلة الطفولة كان صعيب عليا، كان سلبي ماشي إيجابي بالنسبة ليا. بديت صلاة الإسلام، كنت كنحاول نحفظ القرآن، كنعقل. واحد النهار جيت ودخلت للدار وقلت لماما: أنا قررت ما نكونش بحالك، وبغيت نكون مسلمة بحال الناس الآخرين. خديت درة كبيرة وغطيت راسي وصليت صلاة المسلمين. ماما خلاتني على خاطري، ما حاولاتش تحبسني، غير قالت لي كنتمنى تلقاي راحتك. وبالفعل القضيه ما طولاتش، بغيت ندير بحال الغراب اللي حاول يقلد مشيت الحمامه، صدق لا مشيتو لا مشيت الحمامه. وبالتالي موضوع الدين كله ولا عندي زايد ناقص. المهم ان رحله البحث ديالي على الله ما كانش سهله، حيت عشت ما انا مسيحيه ما انا مسلمه، وحتى لا دينيه ما عرفتش نعيشها. وهذا الشيء استمر معايا حتى لفتره المراهقه. كنت كنحاول نلقى الهويه ديالي، واش مسيحيه واش مسلمه واش والو. المهم في الاخر قررت والو، بحال ديك الاغنيه اللي كتقول: والو ما بغينا والو ما حنا والو. كان ممكن نبقى عايشه حياتي وما نسوقش لله، ونعمر عقلي بالاشياء الخايبه ونمسخها، ونبعد على كل ما هو اخلاقي وكل حاجه زوينه علموها لي والديا. والحقيقه عشت هكا واحد الفتره في حياتي، وهاد الفتره هي فين عرفت باللي انا محتاجه لله، محتاجة لشي قوة أكبر مني، قوة تخرجني من الوسخ اللي اختاريت نعيش فيه وتنقيني وتطهرني. محتاجة الله اللي يبغيني بلا شرط وبلا مقابل، محتاجة الله اللي يبني فيا كل ما هرساته الدنيا وشوهات الصورة ديالو. وحيت كنت عارفة باللي الخيار الصحيح هو الحياة مع الله، قررت نقلب عليه. وحيت عايشة في المغرب وهو بلد إسلامي، الحوايج اللي عرفتها على الإسلام ما كانتش قادرة تشبع الجوع اللي كان عندي باش نعرف الله. القمع اللي لقيته في الطفولة من المعلمين، وعدم الحق في التساؤل، نظرة الدين ليا كأنثى على أنني فتنة، على أنني رقم من واحد لربعة في حياة الراجل اللي نتزوج به. كنت كنرفض فكرة الترهيب والعذاب الأليم اللي غادي نلقى إلى ذنبت، وأنا عارفة ما نقدرش نكون بارفيت. كنت كنرفض فكرة التجارة بالحسنات مع الله، وحوايج كتيرة خلعاتني وهربتني من الإسلام وخلتني نمشي لحضن المسيح. مع المسيح عرفت الغفران والقبول كما أنا، عرفت أن محبة الله ليا محبة ثابتة وما كتبدلش، سواء كنت مزيانة ولا خايبة. الله كيكره الخطية اللي كندير وما كيكرهنيش أنا. المسيح غير أفكار وتصرفات كتيرة كانت عندي غلطة ومشوها، سواء عليا ولا على الناس. لقيت أن المسيح هو الخيار الصحيح والوحيد اللي صالح ليا. علاش ما نتبعوش وهو عطى أعظم مثال بحياته على هذه الأرض، مثال المحبة المطلقة، الخير المطلق، التضحية الكاملة. علاش ما نتبعوش وهو اللي علمني إلا عندي جوج حوايج نعطي اللي ما عندوش، واللي كرهني وبغى لي الشر أنا نبغيه ونسامحه وندعي معاه عوض أنني ندعي عليه. القصة ما زال فيها ما يتقال، ولكن الخلاصة: يمكن كنت محظوظة أنني عرفت المسيح من خلال والدية، ويمكن كاين فيكم شي واحد ولا وحدة اللي عندهم هاد الجوع والعطش لله وما لقيتوش اللي يعمر هاد الفراغ اللي كاين في القلب. وخا قلبتوا عليه في بلاصة كتيرة وفي بلايص مختلفة، كنقول ليك اليوم: جرب تشرب من فكر المسيح وتعلم تعاليم المسيح، ما غادي تخسر والو، حيت اكيد غادي تربح حياتك ديال هاد الدنيا وحياتك في الاخره. انا مسيحيه ومغربيه حتى الموت.